السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوميات كوكا. مشاهدي الكرام، الفيديو تاع نهار اليوم خاص بوصفة البيتزا وصلصة الطماطم. نروح بسم الله على بركة الله للمقادير. عندي حبات من الطماطم وربع بصلة واثنين سنينات تاع الثوم، ونضيف لهم هنا ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من فلفل أسود وملعقة كبيرة من فلفل عكري أو فلفل أحمر، ونصف ملعقة كبيرة من طماطم مصبرة، وربع كوب من الماء، وملعقة صغيرة من السكر. نحطوهم على نار هادئة حتى تستوي كل المكونات. ثم نجيبوا هاد الميكسور برا، نرحيو كل المكونات بهذا الشكل ونغطيوها بقطعة قماش طبعا ونخلوها تبرد تماما. لما تبرد تماما نجيبوا علبة بلاستيك أو زجاجية ونحطوا فيها صلصة الطماطم تاعنا، نحتفظوا بها بهذا الشكل، ونضيفوا لها ملعقة من زيت الزيتون أو الزيت العادية ونغلقوا عليها بإحكام ونحطوها في الثلاجة. من جهة أخرى نجيبوا غيسيبيون نحطوا فيه 4 أكواب من الفارينة أو الطحين، نغربلوهم مليح هكذا بهذا الشكل، ونضيفوا لهم ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ونضيف هنا ملعقة صغيرة من أمليوغي، هذا المحسن، محسن الخبز. نجيب هنا كاس نفس الكيلة اللي كيلت بها الفارينة، نحط فيها كاس ماء دافي، ونحط فيه ملعقة صغيرة من الملح، ومن جهة أخرى نحط ملعقة صغيرة من السكر في الفارينة التاعي، ونبدأ نضيف الماء بالتدريج هكا. نضيف الكاس الأول والثاني، أما الكاس الثالث نروحوله غير بالتدريج، غير بشوية، حوالي حتدينا 2 أكواب ونصف من الماء للعجينة تاعنا، وتكون العجينة يعني نوعا ما تتلاصق في الأيدي. هنا نغطيت العجين تاعي لمدة 5 دقائق، خليتها ارتاحت 5 دقائق، ثم هنا جبت قليل من الزيت وراني راح نحي العجينة ديالي ونحطها سوغ البلان دو ترافاي فوق طاولة العمل، وراني راح نعجن العجينة تاعي بهذا الشكل، بهذه الطريقة، وشاك فوا وفي كل مرة ندير الزيت. أنا راح ندهن الغيسبيون ديالي بالزيت، ونحط العجينة للمرة الثانية ونغطيها بقطعة قماش حتى تختمر. لما جازت عليها حوالي نصف ساعة جبت العجينة تاعي حطيتها هكذا فوق سوغ البلان دو ترافاي، وبديت نقطع أو نقسم العجينة تاعي إلى كوريات، وكل كورية راح دير لنا ان بلاطو بيتزا، يعني وحدة تاع البيتزا. بهذا الشكل أنا قطعت كل الكوريات، تحصلت على 4 كوريات بهذا الشكل، ومن جهة أخرى راني رايحة نرمدهم في الدقيق المتوسط بهذه الطريقة. ثم نجيب العجينة تاعي ونبدأ نخدمها مباشرة هكذا، نحل العجينة تاعي بأطراف الأصابع، نبداو في الوسط كما راكم تشوفوا في الوسط هكذا، ونقرص، نبدأ نقرص العجينة تاعي حتى تصبح عندي يعني هكذا بهذا الشكل. إذا نجيب الصينية تاعي ونحط فيها البيتزا تاعي بهذه الطريقة، ونروح نخدم كل الكوريات. طبعا قلنا نرمدوهم في الدقيق المتوسط ونحطوهم كلهم في الصينيات هكا ونغطيوهم. كي نبداو لازم نغطيوهم، نبداو ندريسيو هنا البيتزا تاعنا، نحطوا لها صلصة الطماطم، وحطيت لها هنا طماطم مقطعة وطرشي فلفل حلو مقطع وزيتون
إذن كنت شعلت الفرن تاعي على أقصى درجة من التحت من الأسفل ومن الأعلى، ثم نحط البيتزا تاعي مدة 5 دقائق، ندخلوها ونخرجوها، ما تخلوهاش يعني بزاف مدة طويلة باش ما تيبسش معاكم البيتزا تاعكم. بهذا الشكل أنا خرجت الأولى، دريسيتها ودرت لها الفرماج هكذا، ودرت لها شوية طون. وانتوما حطوا في البيتزا تاعكم يعني حسب الحاجة وحسب يعني واش كاين عندك الإمكانيات. وهذه هي. إذا هنا البيتزا تاعنا بعد ما طابت بهذا الشكل نجيبو نقطعوها قلنا، وكنت أنا درت لها شوية زيت زيتون هكذا من الفوق باش تصبح يعني تلمع. إذا هذه هي البيتزا تاعنا، شوفوا القوام، تخرج طرية يعني ما شاء الله شهيتكم في الجنة، وتجي بنينة بيرفكتو ما نحكي لكمش. والوصفة هذه لازم تجربوها، لأن العجينة هذه اقتصادية بزاف، اقتصادية، وتجي قطنية هكذا، وتجي كوستيونت مقرمشة طبعا، ما راحش تكلفكم هاد العجينة. إذا ما عليا غير نقولكم اشتراك، أبوني، وتفعيل، وتعليق شباب كيما نتوما. نحبكم، سلام.